هذا شاب وهذا شاب. هلا قولوا هذا يعني ما اختلفنا، اصلا حرام يتحول، باين عليه انه مو بنت. بس شوفوا لي هذا العكروت مزبط اوضاعه على الاخر. حتى الشباب يلي قاطبينه كانوا يتعاملوا معه بلطف اكثر من هذا. شوفوا هذا باين متضايق، مانو على طبيعته، اما هذا يعني بالعكس انه في طلبات ويعني بتحسوا الامور ريلاكس. شو قصة هدول الاثنين؟ بسوريا قاعدين يعملوا حملة تنظيف على الثقيل، ماسكين شابين متحولين وقاعدين بيوثقوا كل شيء قاعدين بيعملوه فيه، ضرب، تعذيب، مسبات، إهانة، كل شيء. راح نحكي بكل المواضيع بعد ما نشوف الفيديو تبع هذا الشاب. الله يوفق. لا يعني شوفوا الأمن عام يعتقل شاب ثاني متحول جنسي. العمش كثرهم هدول، مهما كان العدد والكثر، بس ليش قاعد بيضربوا فيه هيك؟ ما بعرف. أنا قدي ما حدا بيكره هدول الشذوذ المتحولين، بس ليه مو لهالدرجة الضرب والتعنيف؟ الله يوفقك. لا الله يوفقك، الله يخليك. طالع لك والله اصلك. هلا غير الضرب والإهانة بدهم يطهروه، مو بس انه شقفة لحم، لا بدهم يقمعوه من شرشه. اي والله يعني الشغلة قلع. ما بعرف هلا شو لازمة انه يوثقوا هيك شيء، بس هون اذا بتلاحظوا شوفوا هون يا اولاد والله ايدك الله يخليك. حاضر ايدك. ضرب واهانات ومسبات. ماسكين واحد عمل شيء غلط، وهن عم بيعملوا الغلط. يعني الشيء هذا اللي عامله غلط، وهن قاعدين بيغلطوا انه بيضربوا. ما بعرف اذا في هيك شيء انه تعاقبوا بالضرب وتصوروا وتنشروا. شوفوا معه سكين، قاعد بغزوا بالسكين عادي، عم بيضربوا بالسكين مثل حيوان. ايدك حاضر حاضر. ما عاد اعمل شيء. ايدك هناك. ايدك طلعوا اصلك. طلعوا لك خالص قرروا انه بدهم يطهروه. بده يقصوا. مثل ما شايفين قاعدين بينحروا بالسكين، قاعدين بيضربوه. ما بعرف شو لازمة انه يوثقوا هيك شيء. اذا بدكم توثقوا شيء، امسكوا الشخص صوروه بطريقة بتليق فيكم، وثقوا شغلكم الكويس، بعدين حاسبوه. مو حاسبوه عانفوه لعنوا افطاسه، لا، حاسبوه ضمن القانون. يعني مش تقلعوا له القلعة فرد مرة طالعوا بدنا نقصه. الزلمه بركي حب يتوب، يعني بركي حب يتوب مع الايام. خطيتوا برقبتكم، خلوا له اياه. انا هدول المثليه والملونين بشمئز منه صدقا. يعني حتى بكره فكره المثليه كلها، هذا الفكر كله بكرهه. بس مو هيك انه كمان كل ما تكمشوا واحد تفضحوا عرضه قتل تلعنوا سلسفيل. وليش؟ يعني حتى حاولت دقق كثير بالفيديو انه ممكن يكون قديم يعني من قبل ما تحرر سوريا، وهذا هيك انه مشان فتنه او شيء. ما لاحظت اي شيء، وممكن يكون جديد فعلا. هذا الشيء عم بيصير حاليا. ويلي ما بيعرف يا جماعه، انا عامل سلسله 60 فيديو ب60 يوم، وهذا هو اليوم السادس. بعد 60 يوم تنتهي هاي السلسله، وراح احذف كل الفيديوهات اللي عملتها لسبب راح تعرفوه بعد ما تنتهي. اوكي يا جماعه خلونا نكفي. هلا هون شو عم بيصير؟ اصلك هذا اصلك لسه. هي رح تريحك من العمليه يا ابن الكلب. ما بتعمل عمليه والله، ما بتعمل عمليه والله. يعني الضرب على الاول شيء مرتب نهنهم. الله ينصركم نطفوا البلد، الله ينصركم. ما اختلفنا، بس مو هيك. يعني ما بظن، بعتقد انه مو احسن شيء سووا انه صوروا ونشروا، يعني مشان يشوفوا الناس، مشان يخوفوا الناس منهم او شيء. ما بعرف، الفكره غلط 100%. فانه ضرب وتعذيب هيك ومسحوا بكرامته الارض عادي. بانسان بيغلط ترى. يعني ممكن نختلف على الشيء اللي عمله، ولكن بالنهايه هو بشر مثله مثلنا. يعني بدكم تعاقبون عاقبون ضمن القانون، مو تطلعوا تصوروهم وانتم عم تذلوا اهل وتنشروا هذا الفيديو مشان تنقلوا صورة عنكم غلط. تعالوا نشوف هذا الكيوت. تعالوا الباب. بس مفاتيح البيت وين؟ مفاتيح البيت مع الشباب. بس مفاتيح صدره هز كأنه. مفاتيح البيت مع والله صدره هز. الشباب. بس مفاتيح البيت مع الشباب. متأمل انه يرجع على البيت بده المفاتيح. اطلع وجلس مثل بني ادم. ايوه ما شاء الله. غزال ما بعرف، كأنه طالعوه شرفوه بمنطقة وين لوين اخذينه. كأنه هذا بعد ما
ماسكينه فوتينه على الفرع او شيء، مرجعينه هيك طالع، هو تركوه لانه فلتوه شبتنا. هذا نفس اللي قبله. كمان الناس متضايقه من هذا الفيديو كتير. نحن مع انه تنظفوا بس ضد انكم تطالعوهم هيك للناس وتشوفوا هاي الصوره السيئه. شوفوا هذا تعليق واحد معلق على منصه اكس: الشذوذ امر مرفوض بفطره الانسان السوي السليم عقليا بغض النظر عن دينه وعرقه، ومحاربه هيك ظاهره واجب في اي مجتمع فطرته سليمه وتطمم. ما راح ينرجموا ولا راح ينقتلوا ولا راح يصير عليهم شيء الا انهم يتأدبوا فقط. واذا في كم شخص بيدعم الشذوذ فما بيعني نفرض اشكالهم على الشعب كاملا، ما بيتقبل. فهون هذا صاحب الصفحه بيعلق له: لكن الشذوذ سببه هرمونات ما بايد الشخص، والامور المجتمعيه ما بتبرر تعامل هيك معه بالشارع ولا حتى الضرب والاهانه والتخويف. في فيديو تاني اقصى من هيدا المفروض تكون شفته. اذا في قانون يتطبق، اذا ما في شيء يؤجل كل شيء، والاولويه لاعتقال المجرمين اللي عم بيحققوا اذيه جرائم الناس. هلا انا بختلف معه انه بيحكي هرمونات، انه الشذوذ سببه هرمونات ما بايد الشخص. انا ضد هاي النظريه والمؤامره اللي بيحكوا فيها انه هرمونات. لا، مو هرمونات، هذا قرارات جحشنه بياخذها الواحد عن جحشنه وبيطبقها. This is سام سيريان لاذقيه باللاذقيه، هذا من جماعتهم بدعموا. يا شباب طبوا عليه، فضحوه. ما بعرف انهم يصوروا وينشروا هذا الشيء هو مو احسن شيء عملوه. ممكن يعملوا هذا الشيء بدون تصوير مشان يأدبوا هالناس، بس مو تنشروا للناس. هذا هو بعد ما رجعوا شاب وعملوا له فركة اذن. شفت كتير ناس متعارضة مع هذا الشيء، انه ليش انه عم تلاحقوا هدول الناس ابرياء، هدول الناس كتير متعاطفين معهم، ليش ما بعرف. الشباب كرشوا على هذا العكروت، ففهمان عليهم انا شو مكرشين عليه، انه الحقوا المجرمين، الحقوا اللصوص، الحقوا هالناس اللي قاعده عم تعمل عي كل يوم. ليش راكدين ورا هدول؟ يعني هدول مانن مأثرين بنفس هدوليك، انه هدوليك عم بيأذوا الناس، هدول بحالهم يعني عم بيأذوا حالهم. ليش ما بتلحقوا هدوليك وجايين على هدول وعم تعملوا هيك وضرب وكذا؟ لا، هدول لازم ينقمعوا كمان، هدول لازم ينقمعوا، بس بعيدا عن السوشيال ميديا انه كل الناس تشوفهم. ليش؟ انا ما فهمت ليش انهم طالعين ومصورين وناشرين في مسبات، في اهانه، في ضرب، ما في حدا بيقبل فيه. غير هيك صحيفه اوروبيه نشرت عن الموضوع، حكت انه طلعت ضد هذا الشيء، خصوصي انه الغرب بيدعموا، بيعتبروهم اولادهم، يعني بيدعموهم للمثليه. هي حق من حقوقهم، حق من حقوق الانسان، بيعتبروا الجيات، اولاد الجيات يعني. واكيد لازم يكون في قانون بسوريا ضد هدول الشواذ، يعني لازم يكون في قانون يتبعوه، مو انه بلطش الشغله. شوفوا هن وين قاعدين عم بيغلغلوا، وين اكثر المكانات الموجودين، لمن قاعدين بيسوقوا، لمن قاعدين بيظهروا هذا الشيء. حاولوا انتم تمنعوا هذا الشيء من الانتشار، مو تنشروا فيديو انتم قاعدين عم تعذبوه. فهو بس حبيت اطلع احكي رايي بالموضوع فقط لا غير. بشوفكم في الفيديو الجاي ان شاء الله. كان معكم ارتيل، والسلام.